خد واحده منتخب مصر اهو، بس يعني مش منتخب قوي. محسن صالح الناس ما شافتش خلي بالك دي نفس الحقبه، لا دي قبلها ب3 سنين. لما ابراهيم سعيد هرب. اتفضل يا باشا. يا عم ماشي، اتفضل يا عم ماشي. انا جاي اقلب عليك المواجع النهارده. جلال ابراهيم الزمالك بيقول لك كبير ومجلس الاداره ساقط. تمام، ده كان مسح في الزمالك من 2000 لحد 2022 تقريبا، هي نفس اللقطه بس الناس بتتغير يعني. ابراهيم سعيد لست مرتبطا بالاهلي خلاص مسافر. يا عم ماشي. هو ده اظن في الوقت اللي ميدو حكى فيه لما هو فضل تقريبا ثابت ينفع الحكم ربيع حسام. الكابتن ثابت الله يرحمه كان بيقفش جامد على الحكام. برضه ده فيرجن هو مثلا عبد الحفيظ بس النسخه الاكثر اكثر عقلانيه في رايي يعني. ده كان وقت اربعات اوتاكا. طب صح، يخرب بيت اربعات اوتاكا دي. فجاه محمد فرع ده امل الاهلي بالهدف الثاني، بس كده الاسماعيلي فاز. يطلع 4-3 الماتش ده غالبا، فاهم؟ هيطلع 4-3. انا فاكر الاشكال حاجات كانت حاجه غريبه جدا. تقابل الاسماعيلي الصبح بالليل تاخد 4 بعد الظهر تاخد 4 بقى 1 4 2 4 ايا كان نوع الاربعه. كان يروح عند الكورنر ويحتفل وحاجه في قمه البواخه والسخافه. اوتاكا ده مش كواليتي لعيبه في الدوري المصري ولا في افريقيا كلها. هو مش راح بعديها بورتسموث؟ راح اوروبا يا باشا، طار على انجلترا. بورتسموث ولا مش فاكر، بس لعب في انجلترا. لا ما ينفعش، ده مش كواليتي لعيبه في مصر اصلا. الناس اللي ما شافتش جون اوتاكا يا جماعه اكتبوا جون اوتاكا على اليوتيوب بس كده. يعني انت مش بتعمل حاجه، انت تكتب جون اوتاكا على اليوتيوب وبارك بقى. يعني انا بقى للاسف فكره الفتره دي مش فاكرها خالص. انهي واحده؟ ازمه الغندور والبطل، الحرب القادمه بين الجوهري وتسوبل. سمير زي يكشف المستور. ايه ده في ايه؟ الموضوع كبر مننا. مش فاكر. طالما يكشف المستور خلاص. لا خلاص كشف ايه ده في ايه؟ ايه ده في ايه يا معلم؟ لا ما فيش حاجه. لا خلاص معلش، دي حاجات اللي هي ملابس رياضيه. ملابس رياضيه. لموا في الجورنال. لموا نفسكم بقى. عيب بقى احترموا التوله في بلدكم. ازاي تسيبوا حاجه زي كده؟ ممكن بصراحه. ايه ده؟ الدرع في قاعه الجزيره كسبناه امتى ده؟ 2000 ولا ده من 99؟ موسم السبع على التوالي. ايه ده ايه ماتش ايه ده رياضه ثانيه يا عم، العاب اخرى. تمام. انا قلت ايه؟ ايه اللي حصل في 7 على التوالي؟ ده حصل امتى الكلام ده؟ يد ولا طايره؟ ده لا اتسوبل. ايه ده؟ هو ده موسم ايه ده؟ فيه ايه؟ 2000 بس 99 2000 بس. لا دي في حاجه. ده واحد بعت رساله يا اسطى. ده بيتمنى يعني ولا ايه ده؟ انا مش فاكر الصراحه. ده كلها رسائل. خلي بالك دي الناس بتكتب يعني، فاهم؟ جمال عبد المعطي مطر شطنوه في المنوفيه. حلو. زمان كنت ممكن تبعت رسائل في الجورنال. لا دي حقبه من ده في واحد ده من ليبيا، عبد الملك سعد حمزه الملكي بدر الدين حمزه الملكي عبد الله بدر الدين عيله الملكي كلها من ليبيا بتبعت تحيه. احلى مسا على عيله الملكي. ما عليك الجورنال ده انا مش فاهمه، فاهم؟ فهتشوف غيره عادي. لا نشوف غيره طبعا. معلش دي حاجه تضايقنا شويه انا وانت. مين يقدر على الزمالك؟ خلاص ما استهدى بالله. ده 96 بقى. تمام. ده 96 ده احنا اللي هو كنا بنتفرج على التلفزيون ساعه واحده في اليوم. ده لو شفناه اصلا، ده لو اتفرجنا عليه يعني. بس تفتكر الحقبه دي كانت عامله ازاي؟ هو انا بس لفت نظري طارق العشري. ده طارق العشري. بس ده كان لفت نظري. الزمالك والاتحاد. بس ده شبه شادي محمد. بس اقسم بالله كنت لسه هقول لك. بس مستحيل شادي محمد طبعا يعني ده اكيد باينه كده. الزمالك والاتحاد تمام. فده كابتن طارق العشري وده يدي شادي محمد عادي. انا كنت لسه هقول لك. اللي يعرف مين ده يا اخوانا بالله عليكم، عشان دي برضه 96. ف 96 يعني مع 96 ده انا كان عندي كام سنه؟ كان عندي 4 سنين ولا 3 سنين. ايمن شوقي يتحفز للانقاذ على الكوره. ماشي يعني تمام. يعني بس انا مش فاكر يعني. تمام بس انا مش فاكر. حصل فريق الزمالك خد يعني افريقيا. ما دي كانت اللي بياكل فيها الاخضر واليابس. بالظبط. حصل فريق الاحلام الاتحاد بين جماهيره بالاسكندريه وبهدفين جميلين اكد جدارته بالقمه وكشف ابو كير مين يقدر على الزمالك. لا دي كده عيب بقى. ده كده عيب. انا عايز جزء 2004. انا مش هكمل غير بعد ما الجزء بتاعي. اعداد حارس جديد للاهلي. مين؟ حسام حضري ولا فين؟ لا بص ده برضه ده من ضمن الرسائل اللي الناس بتبعتها. احمد شوبير مصطفى كمال. وطالب الجهاز الفني الاهلي بضروره اعداد حارس مرمى جيد للفريق بجوار احمد شوبير الحارس الاساسي حتى لا تنفجر تلك المشكله في المواسم القادمه بعد اعتزال شوبير. انت فاهم ان احنا ده هو دلوقتي يعني بعد زي الشناوي لازم يجهز مصطفى شوبير بقى ابنه بس. فده 96 يعني انت بتتكلم بعد 27 سنه احنا بنجهز مصطفى شوبير يبقى بديل للشناوي. مصطفى كمال دي واحده بعت رساله نسرين فاروق محمد حلوان القاهره اللي هي ممكن تبقى نسرين مش معانا في الحياه اصلا دلوقتي. مثلا فاهم يعني جده دلوقتي مثلا يعني دي الصحه لو موجوده مين اساسا. بس انت عارف انا وشوف الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم في نفس الفكره بالظبط، لان كنا بنعدي في حاجات فبرضه مشاكل واحتراف. وميدو استنى اقول لك على حاجه. وميدو كان بيبص هي دي خش على ميدو. وميدو قال لك الاحتراف عندنا وهم كبير واللاعبين يرفضون مش عارف ايه والمدربين. ده المنتاليتي فيرجن 1 اهو
المنتاليتي فيرجن 1. انا مش قلنا كده، قلنا هو الكره المصريه عباره عن 6-7 مواقف بتتكرر كل 4 سنين. ايوه ماشي، تعالى ناخد. وبرضه ما راحش كاس العالم. انت مصمم تقلبها دراما. انا تعبان قوي بجد، مش قادر بجد. تعبان. انا موضوع المنتخب وحش فعلا، انا ببقى متضايق قوي. بيضايقك ها؟ قوي يعني. انا افريقيا 21 دي الميموريز بتاعتنا كانت النهارده بالمناسبه، يعني اتغلبنا 6 فبراير، اتغلبنا من السنغال 6 فبراير، فالنهارده كان جاي لي يوم، فانا جاي بقى ميموري ان انا كنت كاتب عامل سيناريوهين لريبورت الماتش في الجول، سيناريو لو كسبنا وسيناريو لو خسرنا، عشان لو كده تك تنزل ببلش يا جدع على طول. الحمد لله. تعالى نرجع لواحده برضو من المواضيع اللي مرتبطه بدلوقتي. بص مين اللي كاتب؟ محمد شبانه طبعا. بعد ان حارب من اجل تطبيقه قبل 11 عام، الجوهري يطلب الغاء الاحتراف. انا لسه شايف بمناسبه فوز الاردن، بنهني طبعا منتخب الاردن واخواتنا في الاردن، لسه شايف النهارده فيديو كده حد عمل تقرير مقارنه الجوهري بحسين عموته بعدنان حمد. فالناس معظمها مرتبه يا اما حسين عموته الاول وبعدين الجوهري، او العكس الجوهري وبعدين حسين عموته، ومعظم الناس حاطه عدنان حمد المركز الثالث يعني. فالناس اللي ما تعرفش يعني ان الجوهري طلب بالغاء، او مش طلب، هو لغى الدوري سنه 90 يعني. هو ما كانش بيبدي اراء، هو كان بينفذ يعني. خلصونه. فدي الحقبه دي. محمد شبانه هل كانت الكرة سببا في لا ايه ده؟ في ايه؟ لا معلش، طب قفل بقى. ما قال لك هل كانت الكرة سببا في نكسة 67؟ ثقتي بنفسي كبيرة ولا اخاف احد. أحمد. لو بقيت في الزمالك جلست على دكة البدلاء. تنقلات الصحف خبر انتقالك من نادي جنت لنادي اندرلخت. عمرو محب المترجم يا كابتن عمرو. كابتن عمرو محب هو اللي كان عامل حياتي يا كابتن والله العظيم انا بحبك جدا. هو اللي كان عامل الحوار ده مع ميدو. ده سنة 2001 6 يونيو. كان عامل مع ميدو حوار. يا فعلا فاهم. ايه ده؟ قلت انا بس في صفوف اكس مصدق احتياطين كام حارس مع جنت، هيلعب في مركز الجناح الايسر اصلا. يعني ابره بيلعب. فاكر الحوار بتاع الجون اللي الترقيص اللي الناس افتكرته ميدو. انا عشت على الذكريات دي يا 6600 بقى والتليفون بقى والترقيص بتاعت روبينيو اللي كان في شيكابالا. ما دي حياتنا يا باشا، احنا عشنا هو ده اللي احنا عشناه طول عمرنا. والله احنا كنا غلابه، اقسم بالله كنا غلابه جدا. ما كانش في الكلام ده كله. قاعد بشوف الاي اي ده يطلع مين والحاجات اللي فاهم. مين بعد 6 سنوات مع المنتخب فوجئت بالاستبعاد. حازم امام ده حكيت انا وجو في المفاجاه بتاعت انه ما كانش في كاس الامم 2006. وجو فاجئني ساعتها وقال لي انت عارف ان هم في الدعايه كانوا عاملين حساب حازم امام ايوه طبعا ايوه. بس تفتكر انت حازم امام بقى في الماتشات، بس يعني الناس اللي ممكن تبقى شافت حازم امام من الجيل اللي بيتفرج علينا لحقوا حازم امام في الاواخر. حازم بص، حازم يمكن كانت مش او الناس كانتش بتقدره كفايه بعد ما اعتزل، عشان يمكن هو اوقات كان زودها بدنيا مش قوي الحاجات دي. بس لا حازم طبعا امام الموهوبين، ككوره لا ما اقدرش اخاف عليه الكوره في رجله. دي حقيقه. للاسف مشكله لعيبه مثلا زي حازم زي ايمن حيف طبعا مع اختلاف الدرجات. حازم في رايي في رتبه اعلى من ايمن. شيكابالا وهو لاعب مبدع جدا. ما هي المشكله بقى في ان الحلو الموضوع ما بيكملش. فان هو ما بيكملش بتخلي ليك ثغرات ان انت الناس تقطع فيك. صح. وهو دايما الحته بتاعه الاجريشن والبدني بالظبط، وانه انت مش لعيب فايتر. وهي خلي بالك برضو الكوره في الوقت ده كان فيها جزء دغدغه كله، يعني اغلبه دغدغه. يعني كان عندك حازم امام وكان عندك محمد صبري وكان عندك مين في الاهلي؟ افتكر معايا كده، عندك في الاهلي مين في انهي فتره؟ 2003 مثلا. مين كان بيلعب دور الشقي ده؟ وليد صلاح الدين مثلا. وليد صلاح الدين ماشي. بيبو شويه. بلال شويه. بس بلال كان اكتر فاهم بيرقص في بس بيبو يجي نفس فكره الراجل الكاوتشوك اللي كان بيعوج جسمه يحط كره بطن رجله ويعمل مش عارف ايه وبتاع. وفي نفس الوقت كان عندك مساكين بقى زي وائل جمعه وبشير التبعي ومدحت عبد الهادي. فيعني في بتروجيت بقى عندك بقى محمود سامنه وهشام النوبي، بس ده بعد كده يعني ما تقوي ما تقربش. فانت طبعا اصلا دي كانت من ضمن الاسباب اللي حازم امام لما كانت حد بينتقده مش بينتقده على حاجه غير انه ما تنشف. ومشكله للاسف ان كمان اللقطه الاخيره هي لقطه كفايه حازم، فدي اللي بتخلي ان هي دي الاكبر اللي الناس حضرتها، بس هم نسيوا حاجات كتيره قوي ورا، عشان ورا ده كان حازم متالق بس ما كانش فيه سوشيال ميديا. فلما الايام عدت اكتر حاجه ظهرت اللي هي كانت اقرب حاجه للسوشيال ميديا اللي هو وقت اعتزال حازم ده. كان كفايه حازم 4
لا 6 اعتقد 2006 2006 كان ماتش اسماعيلي، ممكن يكون السنه غلط بس فاكر كان ماتش اسماعيلي تقريبا حاجه كده لو انا فاكر صح يعني. فدي اقرب حاجه لظهور السوشيال ميديا اللي هو اصلا انت يعني فيسبوك ظهر 2007 الناس بتفتكر النهايه دايما بالظبط كده. فدي اقرب حاجه ليه. لعبوا الاتحاد ايمن الجمل في الاسماعيلي. ايمن الجمل دي برضه حقبه من حقبات الاسماعيلي اللي الاسماعيلي كان دمها جامد قوي. انا فاكر اصلا الماتش بتاع اللي كسبوا بيه الدوري ده، احمد كشري يحاول يكسبنا الدوري على قد ما يقدر بس القدر كان 1-0 1-1 احمد كشري 2-1 2-2 احمد كشري وبعد كده بركات في الاخر. فخلاص بقى فاهم هم كانوا قافشين والله كانوا قافشين قوي وكانوا بياخدوا الامور على حساسيتهم قوي. هم كانوا قافشين وهي ما يفرقش معاها بقى استاد القاهره استاد اسماعيليه مش هيعتمدك ما كانش فاكر حد فعلا يعني. طب والله العظيم ما كانش فاكر ثلاثه. حد الزمالك كان محمد ريشه. انت فاكر فقره الحكام كابتن رضا البلتاجي وكابتن محمد كمال ريشه اللي هم بيحللوا دلوقتي كانوا بيحكموا بقى وقتها وكابتن جمال غندور. تفضيل تقرير لجنه الحكام. فاكر جمال فاكر مش جمال غندور. فاكر رضا البلتاجي في استاد المقاولين الاهلي والمقاولين انهي سنه اللي خد الطوبه في دماغه. تمام انا فكرت بتكلم على حاجه في انا مش عارف ليه الموقف ده بيضحكني ما اعرفش ليه والله. بس انا فاكر ان هو استاد المقاولين بس كان الاهلي والمقاولين ولا الاهلي ومين انا مش فاكر. انا مش فاكر برضه الماتش للامانه. لا ده خد طوبه على مسمع ومرأى ال 2 مليون مصري. فاهم بقى قال لك ما عنديش بطل حاسس عليها مالي. ما هو كابتن رضا كان عنده كابتن رضا هو اللي خد اللي كان عنده ضربه. والله العظيم 3 يا ثلاجه كريازي لا اله الا الله. لا اجمل في مصر في الاخير احنا خلاص خلصنا. ده كده ده الاستاذ احمد زكي في ايام السادات. عادي ربنا يوفقه ويكرمه ان شاء الله. ما جراش حاجه عادي. طب ايه ناخد واحده كمان ولا ايه؟ تعالى يا ناخد واحده كمان. تعال ما تيجي نشوف. تعال ناخد ايه؟ احمر وابيض خطوط الاهلي. تعال علي تعال علي رضا عبد العال. اتفضل يا ملك اتفضل يا كابتن رضا. بص ورا في ايه؟ اوعى تقول حاجه. لم نفسك بقى فضحتونا. مونيكا ما زالت ايه؟ ما زالت ايه مالها ماتت ولا ما مونيكا ما زالت تعبانه لا اله الا الله. انا ما عنديش دعوه يا اخي ده بس في الجرايد والله. سلام على مونيكا. سلام يا مونيكا ما زالت تعبانه يا جماعه. الف سلام على لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب. خلينا يا عم في خطوط الاهلي اكتملت. اكتملت يا اخي. ده 93 ده انا كان عندي سنه 93 ده قبل ما تولد يا صاحبي بشهر و9 ايام. يعني امي كانت في الثامن. والله امي كانت في الثامن ساعتها. بس احنا في حاجات عارفينها يعني ابراهيم سعده ماشي تمام. انا عارف كابتن طبعا نحن ننفرد. اول حديث صاروخ الزمالك. مين صاروخ اكي مع ايه مش فاكر. لا مش ولا فاكره طبعا. فاكر طبعا. قال لك نحن ننفرد اول حديث لصاروخ الزمالك. مين الحاجات دي؟ واضح انه ما عملش حاجه غالبا لو انا مش فاكر صح يعني. مش كوارشي يعني. ايوه طبعا. خطوط الاهلي اكتملت برضا. الشياطين الحمر بداوا فتره الاعداد للموسم الجديد في المانيا واستقر فريق وارتاح الجماهير بعد موت صفقات النجاح الحمد لله. ده 93 كابتن رضا. ملفاتك معانا كابتن. كل الملفات معانا عشان بس تبقى عارف يعني. الحمد لله. ايه الحوار ده؟ لا 93 ده نطلع منه ايه؟ خلاص كل سنه احنا هي ناقصه. كنت في الثامن والله. كنت في الثامن والله لازم ولا يا خرابي. اعمل ايه طيب؟ 2004 ما تيجي نجيب حاجه جديده شويه. هات يا باشا. هات من تحت بقى. هات من تحت بقى. والله شويه حاجات. الجوهري يا اخي شريك اكتر من باستن. ايه يا عم ده؟ يا نهار اسود. ده 90 كاس عام 90. ده كاس عام 90 ده انا ما كنتش اصلا. انا كنت فكره ولا انا كنت فاكر حتى. في 2001 وفي 2006 مبارك افتتاح المونديال الافريقي. افتتاح افريقيا لسه بنتكلمين عنه. الله. قلم فتح 93 نفس 17 اغسطس هو. ايه ده عندك ايه؟ قصه الغندور والبطل 6 يونيو 2000. ايه قصه الغندور والبطل؟ ما دي كنت بقول عليها مش عارفها. بتاعت المسطول. نسحب واحده من ورا. هات يا باشا. بص يا باشا اللي هيقع ده حالا ما تقلقش منه يعني عادي يعني. ماشي. ايه ده؟ طب والله ما وقعتش كويس. الحمد لله. تعالى يا باشا. الاسطوره المايسترو. ده شغل العيال فقع مرارتي. التوأم فضل الفلوس. حسن حمدي له قرن ببدراوي. ده اكتوبر 2000. 2000 ما طبيعي عشان حسام ابراهيم. اسرار الساعات الاخيره لاكتساح جبهه حرب. ده الانتخابات اتحاد الكره. بطولتين من ثلاثه الزمالك تألق وتأهل والاسماعيلي في الطريق. ايه ده؟ دي الرسائل. احنا جاي معانا رسائل كلها رسائل. نحن ننفرد بالعادات الشيعيه والمحلول مجانا. عشان لو عايز تعمل عشان ليزي انت فتحت الجورنال الصح. الحمد لله. عدسات يوميه 120 جنيه. العدسات اليوميه 120 جنيه. انا المشوار عشان العدسات دلوقتي ب 120 جنيه. هو المشوار اجيب العدسه بس ب 120 جنيه. ده رايح بس. لو راجع فيها زيها بقى عشان الطريق لو زحمه تبقى 200 جنيه. في حد حل الكلام ده متخلع صاحبين.
لا والله ما انا. انت لا ده حل العدد الماضي. ماشي تمام. يبقى دي القعده الجديده. الجديد. مؤاخذه معلش. يا لو كان انت بتحل كلمات منقطعه؟ بس يعني مش كنتش كلها بعرفها، فحل حلو واسيبها وامشي بقى مع اكتر زهقت. حاجتين بكرههم في حياتي. كلمات منقطعه ونسكافيه ولا ايه؟ لا قال له عفروتو. لا الكلمات المتقاطعه وحاجه شبهها. سودوكو؟ يا ديني، انا عمري ما حبيت سودوكو دي خالص. يا ديني على التعجيز يا جدعان. ليه يعني؟ ليه احس بغبائي؟ مش عارف ليه؟ طب ما انا انسان. هو انا لو حليت سودوكو ده يعني انا العب كوره في الشارع، العب بيلي ترونجيلا قاعد على 7 طوبات. انا العب ترونجيلا. سودوكو. حسام فرحات نائب رئيس لجنه الرياضه باتحاد الاذاعه. ده كاس العالم بقى ده ايه ده؟ ده كاس اسيا بلبنان، السرعه الاثاره والسرعه والمفاجات الثلاثه. اثاره وسرعه. والله يا نهار ابيض عليا واسمي حسام الدين فرحات. بص انا اقول لك على حاجه انا فاكرها مع صالح سليم الله يرحمه. الله يرحمه. انا فاكر ابويا قال لي كلمه والله العظيم 3 وقت الفاينل بتاع الاهلي والنجم الساحلي 2005 في استاد الكليه الحربيه. ماشي. اللي هو كان ثابت البطل 3-0 وبتاع. اواخر 3-0 ابو تريكه وبركات واسامه حسني كان. قبل الماتش كان في لغط كده الاهلي هيلعب يوم ايه او في استاد ايه. حاجه كده عوق من هذا النوع يعني. ابويا قال لي انت عارف صالح سليم لو كان عايش؟ قلت له كان عمل ايه؟ قال لي بص هو كان عمل الماتش في الوقت اللي هو عايزه في الاستاد اللي هو عايزه دون مراعاه اي حاجه. انا اصلا موضوع حسام وابراهيم ده الصراحه من الحاجات اللي انا طبعا احنا كنا صغيرين وقتها طبعا، بس الحاجات اللي انا ما فهمتهاش. يعني هل مثلا انا ما اعرفش قصه الفلوس برضو، بس هو الكلام او اللي انا بسمعه ان كان الاهلي عايز يجدد لحسام لوحده. لا دي نفس القصه اللي احنا بنسمعها. عشان كده هو بيقول ايه؟ قال لك شغل عيال فقع مرات التوأم فضل الفلوس. اخطر حديث لصالح سليم. المشكله بقى ان انا مش لاقي حديث جوه. لا ما ودونا الغلاف بس خدوا. لا خدوا الحديث دون الغلاف يا كابتن. انا كنت بطلع الغلافات عشان اعلقهم هنا. تمام ممكن نطلع البتاع. يمكن شو عايز اشوفه قال لي فعلا يعني فاهم يستهويني. الثلاث 31 اكتوبر 2000. طلع يا باشا 31 اكتوبر 2000. جه معاك؟ لا لسه ما جاش. اللي بعده ده اكيد مش هو، وده اكيد عبرنا ليبيا يا رب المغرب ان شاء الله. حاضر 6 يناير 2004. ده غلاف. ده هو ده بتاع ده. ماشي كمل. ده 2010 اصلا. 2006 تفجر العلاقات دخلت الاتحاد السكندري. لا اله الا مجلس الاداره رفض استقاله مصلحي. يا ساتر يا رب. لا اله الا الله. يا ساتر يا رب. حسن شحاته اولادي قدها 2006 برضه. 31 اكتوبر 2000. ايوه اديني اقفش. بس تعالى بقى نشوف. السلام عليكم. نبقى ده استنى بقى ايه نختم بالكابتن صلاح سليم. خش على ابو كباتن اهو. حديث غير عادي لصالح سليم. علالي بسم الله. الخلافات دخلت اداره الاهلي وسياتي وقت اكشف الكذابين. الصحافه تنشر الغلط وتثير الازمات. احترم المنافسين وارحب بالمعارضه. الصلاه على النبي. 4 ساعات متواصله كانت هذه الفتره الزمنيه بين الحوار الساخن والصريح بين صالح سليم واخبار الرياضه. مين عمل الحوار ده؟ نشوف مين عمل الحوار. المفروض بيبقى مكتوب حديث اجراه عصام الحسن، تصوير مصطفى رضا. الصوره دي واحده من اكثر الصور المشهوره لصالح سليم اصلا يعني في تاريخه. الصحافه ترفض الاتهام، الانتخابات، الدورتين، المجلس، القايمه، الاتهام مش عارف فين يا اخوانا. نخش على حسام وابراهيم. بس حسام بدراوي منافسين كل الانتخابات غالبا. كيف تم اختيار الخطيب؟ ياه بس خش على ابو صدر واسع. الصوره دي برضه مشهوره فشخ. علاء مشرف، هشام سعيد، خطيب، خدمات النادي، المعارضه والنجوميه. ايوه خش علي اهو هنا ما هو ده ماشي اهو. هل هذا يعني ان بس هنا بيقول لك هل هذا يعني ان التوأم اهو، ولكن نتحدث عن النجوم الذين تم استبعادهم في ظل عهدك مش عارف مين، رضا عبد العال، واخيرا حسام وابراهيم. الاول يخص المجموعه الاولى طاهر ابو زيد ورفاقه. هل لعبوا في اي نادي اخر بعد ان تركوا الاهلي؟ سافر طاهر لعمان ولم يستمر وانضم مش عارف ايه. اخش بعد التوأم. هم نوعهم مختلفه عن بقيه اللاعبين. احترف في اليونان ثم نيوشاتل وسافر حسام الى الامارات وكان يرغبان في الاحتراف بتركيا. وهذا دليل على انهما يذهبان الى النادي الذي يدفع اكثر. انا اتحدث عنهما من واقع تاريخهما ولكن من لكن المخجل انهما يؤكدون انهما على سعادة اللعب ببلاش رغم انهما دائما يسعيان للفلوس. الله. هل يعني هذا ان التوأم كان من الممكن التجديد لهما ولكنهما فضلوا الفلوس؟ انهما فضلوا الفلوس، هذا واضح من خلال تاريخهم. اما بالنسبه لموضوع التجديد فقد كان الامر يرجع للجهاز الفني. ده نهارنا ابيض. قال لك حسام وابراهيم مشوا من الاهلي ده على كلام كابتن صالح سليم طبعا عشان هم فضلوا الفلوس
وانه التجديد كان مع مجلس الاداره مع الجهاز الفني. هو اصلا حسام ابراهيم بالنسبه لي، حسام هو اللي حببني في الكوره اصلا طبعا. يعني حسام حببني في الكوره في مصر طبعا انا لسه امبارح كنت في لايف على اليوتيوب، والصراحه يعني من ضمن المواضيع اللي كنت بتكلم فيها يعني حد كان سالني محمد صلاح وحسام حسن بتعمل، قلت لهم بامانه يعني لو هنقارن محمد صلاح كلاعب في المنتخب وحسام كلاعب في المنتخب، لا اكيد كفه حسام هترجع اكيد يعني. ده بلا نقاش. حسام هو اهم مهاجم في تاريخ مصر بلا منازع يعني ده اللي يعني انا بالنسبه لي اصلا عارف هو ده اللي فهمني يعني ايه فكره تجيب جون ازاي. ايقونه مهاجمين في مصر يعني ايقونه طبعا ما فيهاش كلام، مالوش علاقه بالتدريب وبتاع، كلام كلاعب كوره الموضوع ما فيهوش نقاش اصلا، ما حدش يتناقش فيه اصلا يعني. فهو واضح انه في كلام في موضوع حسام ابراهيم، وفي كلام كمان على فكره هم مشيوا ليه. هو انت زي ما بتقول اهو احنا طول عمرنا عارفين انهم عايزين يجددوا لحسام بالظبط، ده احنا فاكرينه فاهم، فدي اللقطه احنا مش فاكرين الله اعلم. قال لك لا ممكن ده ما يكونش حصل اصلا الله اعلم فاهم، احنا عندنا ما حدش هيبقى عنده تفصيل هنقعد بقى نتكلم ونرغي ونعمل مش عارف. بس خلي بالك برضو لف الزمن وفي النهايه اخر حاجه حسام حسن انت فاكرها له اللي هو التيشيرت ومشكلته مع جمهور الزمالك مع الاحمر ده. الاحمر قبلها كان قايل اللي هنكسب اي حد هات لقب محظوظ فاهم. تمام يعني ماشي يا عم ماشي، بس سيظل حسام حسن طبعا. ما لا قيمه الكوره ما فيش كوره في الملعب حاجه واللي بره الملعب ده قصه ثانيه خالص طبعا. يعني انا بس حابب اختم الكلام يعني عن الموضوع ده بانه في النهايه يا اخوانا احنا عايزين المنتخب. احنا لا يعنينا اشخاص، نفسي والله لا يعنينا اشخاص على الاطلاق. انا والراجل ده وكل الناس اللي بتتكلم في موضوع الكوره، احنا يفرق لنا المنتخب، احنا بنشجع المنتخب مش بنشجع اشخاص. نفسي والله يا رب يا رب يعني اتمنى المنتخب ينجح. بس اخر حاجه احنا كل شويه عاملين اخر حاجه، دي اخر حاجه بجد. انا لازم استغل ان انت معايا. هبقى الجرايد دي احطها تحت قطع يا ابني الجرايد دي عشان انا فاكر نسحب واحده في واحده انا عارف ده. لا ده اخر حاجه عشان نقفل بحاجه بس ريليتد. الاهلي يطوي الهزيمه صفحه الهزيمه من الاسماعيلي واستعد للقاء وادي دجله، ده 2010 2011. بص برضو الخبر ايه، الاهلي يطوي صفحه الهزيمه من الاسماعيلي برضو. انا تعبان من ده 2010 اللي هو انت 2010 ده كنت بتاكل الناس. احنا لما رحنا اسمعنا كذا مره 3-1 و4-2 وبتاع، فممكن يكون ضاع فيه. في واحده شهيره قوي بعد قبل دي يعني 6-1 دي قصه 6-0 6-0 هاتريك بركات. وكان في 4 وكان في كان في طقم يعني كله كان بيتنجد. في واحد اهلي واسماعيلي اللي بركات جاب فيه الجون 1-0 كسبناهم بطلوع الدين. 2009 اللي في الشماريخ، والبركات جابوا 2011 في 1 9 11 باين مش فاكر اللي هو اللي حصل فيه بركات كده نط وحفل كده. الواد الافريقي كان اخر واحد في الملعب بتاع الاسماعيلي المساك. هو غلط في الكوره وقلش بركات راح حطها. فتحي وشريف عبد الفضيل، بركات في الخلفيه، احمد علي. وبص هنا كان شادي محمد راح الاسماعيلي، شادي محمد كان مشي. ده ماتش افريقيا لما في سنه كانوا في افريقيا لما سنه منهم وائل جمعه حط جون بدماغه في اخر دقيقه. تقريبا ماتش منهم لعبنا بحارس احتياطي. ممكن يبقى الذهاب مش فاكر الصراحه، بس انا فاكر الماتش العوده ده اللي هو الجمعه حط جون بدماغه في اخر دقيقه. انا فاكر ده كان هم خرجوا من استاد القاهره اظن. كان في استاد القاهره. ممكن ده يكون بقى الذهاب بتاعه، لان هو واحد ده ورا ده استاد اسماعيليه مش استاد القاهره. الخلفيه دي مش استاد القاهره. هم جابوا برضو خلي بالك الاسماعيلي يعشق يجيب مدربين وبشرتهم لونهم ابيض ووشهم احمر وشعرهم اصفر. الشباب اللي مصفيه مش عارف ايه الحوار ده فاهم، الصنفره دي عارفها. فاهم يعني ده مارك فوت ده تحس شبه دي سبر. الشباب المتصنفره دي كلها شباب متصنفره. والله العظيم 3 عروض. برضه البيت الفني المسرحي خالتي صفيه والدير. تحب تحضر حاجه؟ لا انا مش عندك انت مشوار؟ معلش عجايب. لا ده احنا لينا قعده ثانيه. ده لازم يا باشا، لان القصه دي كده مش القصه دي جايه في وجع قلب. احمد زكي بادئ. لا ده كده مش انا بس بص قفله كده. انا كده في الكوره يا باشا. خلينا نتكلم في الكوره. عم ضياء درجات الحراره في القاهره 34 والصغرى 23 خلي بالك. انا بس بعرفك عشان لو انت ايه لو نازل عشان بس تامن عشان تامن نفسك. تقل الصبح، تقل بالليل وخفف الصبح ان شاء الله خير. الحلقه كده هتقلب ايه هبل الطقس. ايوه اهلا بيكم في نشره التاسعه والبتاع. عم ضياء اقسم بالله اخويا والله العظيم 3 انت ما متخيل سعادتي. والله اخويا والله العظيم اخويا. انا يعني متشكر جدا. قعدنا نهري في ذكريات جميله والله. والله متشكر جدا ان انت نورتني حبيبي والله. انت عارف يا عمر انت حبيبي والله. واكيد الحلقه دي هتنزل على جزئين. يلا بينا يا باشا لانه احنا قلنا فاحنا مطلعين مثلا بتاع ساعه. يلا يا باشا فما ينفعش تبقى معانا وما نستفدش منك قدر الاستفاده الكبيره يا باشا. عيوني ونقعد 20 مره كمان. انا مش محتاج اقول لكم يعني ضياء بيقدم عظمه في كل البلاتفورمز حبيبي. والله العظيم 3 حبيبي. وانت موضوع الفانتسي ده انت يعني مش عارف. انا نفسي اسالك سؤال بس مش عايز. انا بحبها والله. انا بلعب فانتسي من 2010. الموضوع غريب جدا. بحب فانتسي 2010 بحبها جدا جدا. بحب اللعبه دي جدا. ما هو ده السؤال الحب ده. عايز اقول لك ان انا اصلا بدايه ان انا ادخل مجال الكوره كان ان انا عملت بيج عن الفانتسي في 2013. انا عارف بس 2000 وكام 13. لا اله الا الله.
لا اله، انت في وجع القلب ده من 2013؟ 2010. طب ممكن اسال سؤال؟ هي اللعبه موجوده من 2013؟ اللعبه موجوده من 2000 الرسمي تقريبا 2002 2003 حاجه زي كده. ايه؟ ما هو كان زمان الاول عملتها جارديان او تليجراف. اصلا بدايه الفانتسي دي كانت بره الكوره، كانت في الرجبي والحاجات اللي شبه كده. وبعد كده دخلت الجرايد كانت بتعملها بجوائز وبتاع، وبعد كده ياهو كان بيعملها، وبعد كده جارديان او تليجراف، وبعد كده موقع رسمي بدا يعملها بعد كده في 2002 ده نفس جايزه ذا بيست راحت لفرانس فوتبول وراحت للاتحاد. تليجراف عاملها وبدات بقى تتطور حته في حته في حته في حته في حته. 2013 طبعا اكثر فشخ في مصر لما صلاح راح. دلوقتي نصبح احنا الدوري رقم 2 في العالم بتاع فانسي بعد انجلترا. يعني اصلا انت في وجع القلب ده لا اله الا الله. انا بحب بص انا البريمير، انا عمري في حياتي ما رحت الجامعه من حد بالمناسبه والله العظيم عشان بتفرج على البريمير ليج. انسوا مفيش اصل البريمير ليج بيبدا الساعه 1:30 مثلا. حلو. فلو رحت لسه شبرا ورجعت ده وجع قلب، فانا ما اصحى براحتي ونزلت على القهوه اتفرج على الماتش. هو انا جبت الشخص المناسب في المكان المناسب اللي هو انا بحب البريمير ليج فشخ. انا بحب الدوري الانجليزي، انا بجد انا بحب الدوري الانجليزي اكتر ما بشجع مانشستر. بحب كيان الدوري الانجليزي، انا بحب البتاع ده فشخ. انا لو في يوم من الايام اشتغلت في اي حاجه علاقه بالبريمير ليج انا هقفل كل حاجه، هعيش خلاص بقى خلاص كده. في تليفوناتك واقفل بلاتفورماتك وعيش لنفسك بس. عارف اللي هو الاعتزال فوق ال 60. انزل اروح الشغل فاهم، موظف محترم في الاتحاد الانجليزي وبيلبسوا قمصان كراهات بس. انا لسه لابس قميص كارو قريب والله العظيم. بس غلط ليه ما بس عندك دسته بس. وخلي بالكم بيلبسوا قمصان لبني. هنلبس قمصان لبني بيعملوا ايه؟ واي كراهات عندهم بدل كراهات غريبه سهله يا باشا. ننزل يا باشا موظف محترم من 10 الصبح ل 6 المغرب، تروح تفتح بس خلص يا باشا وارجع بيتنا اتفرج على المسلسل وانام والعب فانتزي والعب فانتزي. والله يا ضياء يعني نورتني حبيبي والله يا عمر، ربنا يخليك. مبسوط جدا والله انا كنت معاك يعني. وانا اكتر، وان شاء الله هنكررها تاني. يلا بينا يا باشا، اديني جرايد وتعالى. هات جرايد وكلمني. هجيب جرايد واكلمك. لسه باذن الله كمان في دفعه جايه من الجرايد بنبحث عنها، وفي حد طلب مني جورنال الاهلي والزمالك 6-1 فانا لقيته وهجيبه ان شاء الله. وباذن الله 6-1 ده انت هتيجي بقى ده هحط لك الجورنال هنا واحطك هنا كده على الارض بقى. واقعد انا ورا الكاميرا. لا اقعد اتفرج على الارض بقى، اسيبك بقى تقول براحتك. بحب الماتش ده قوي. باذن الله تعالى. دي الطلعه الاولانيه دي كده بس ايه فتح كلام. ويعني مانشستر يونايتد بيتحسن. نتكلم بقى في مصر بقى. خلاص انا اسف. انا خلاص انا مش قادر. خلاص ما بديش. خلاص والله خلاص هقفل والله. احمد المعتز يعني كمان بيعاني واحمد كمال بيعاني. شفت الحلقه اللي بتاعت انا ويوسف واحمد كمال 2.5 ساعة من جلد الذات بس. اللي هو عارف كان في فيلم ايه اللي محمد سعد صرخ فيه بس ده احنا بس كده 2.5 يا جماعه. المهدي بنصرخ بس. شكرا. باذن الله نتقابل في حلقه مدرسه الكوره، وعلى مدار الاسبوع بقى تلاقوا ضياء بينزل حاجات وهتوني بنزل حاجات. سيبوا لنا رايكم في الكومنتات، واعملوا فولو ضياء على كل البلاتفورمز، واعملوا فولو لكل السوشيال ميديا اللي هتظهر قدامك دي. انا عمر زايد ودي الواحد 24 انش دي، وده محمود ضياء. حطها في الجول يا ضياء. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. اسبوع على خير. برافو عليك. اوعى القطر يا عم الحاج. تقوم قاعدين شايطين ويمكن في البلكونات بيسجروا ولا ايه؟ هنشوف ايه. احنا خدنا الطقم ده وحطينا البادج بتاعنا بروح على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.